لو معاك 5000 جنيه للإعلانات، فأكبر غلطة إنك تعتبر ال5000 جنيه دول ميزانية تشغيل، لإن هي أصلًا ميزانية اختبار. يعني خُد من 20 ل30% كبداية اختبار، يعني حوالي 1000، 1500 جنيه، وتقسّمهم على أكتر من فكرة، فيديوهات مختلفة، هوكات مختلفة، جمهور مختلف، وشوف بعد كام يوم مين اللي جاب رسايل، مين الناس اللي كمّلت مشاهدة، ومين سعر النتيجة فيه أقل. وبعد كده خُد باقي الميزانية وحُطّها في الإعلان اللي أثبت نَفْسه وحقيقي جايب نتايج كويسة. الناس بتفكّر إن زيادة الفلوس بتساوي نتايج أكتر، لكن الحقيقة إن زيادة الفلوس على إعلان غلط بتساوي أسرع خساير. فاختبر الأول وبعد كده زوّد براحتك في البادجت أو الميزانية اللي أنت حاططها في العموم يعني. المهم ما تنساش تعمل لي follow، ولو أنت بتشوف الفيديو ده على اليوتيوب اعمل لي subscribe، واستنى في الفيديو الجاي أقول لك إزاي تعمل إعلان ناجح ومن أول مرة. سلام.